سلام، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا غايه. كما شفتوا لا غوسيت تاع اليوم غادي تكون الكبده تاع الدجاج بلا صوص. اللي كنت درتها بطريقتين، وانتوما ديروا الطريقه اللي عجبتكم. المهم سيوها وخلوا لي رايكم في هذه الطريقه تاعي اللي نديرها انايا. اول حاجه غادي نبدو بها، نبدو بالقنصه، نقوها غايه بالليم والخل. هذه حاجه مهمه، خلوها في الليم والخل باش تروح لها حاشاكم هذيك السفوريه اللي فيها. من بعد حطوها فوق وقطعوا عليها الثوم كيما هكا حب. شوفوا انا كنت مهرساته. الحرور، الكمون اللي هو مكون اساسي، الرند. درت ثاني الثوم بودره، والحرور والملح والثوم بودره والثوم حب والرند. نمرقوا بالماء قد ما نغطوا هذيك القنصه اللي عندنا، ونزيدوا اعشاب عطريه، ونزيد ثاني عليهم العلفه تاع التمر. علاش ندير العلفه تاع التمر؟ باش هذاك القنصه طيب لي بالخف، ما تديليش ثاني وقت بزاف في الطياب، وطيب لي طريه. من بعد كي نقفلوا عليها ونخلوها تدي واحد الوقت، تدي واحد نص ساعه تاع طياب هكا. من جهه هنايا نروح نوجدوا لاصوص تاعنا اللي فيها كما شفتوا الثوم، طماطيس قوطي والفلفله حمراء. هادو نقليهم غايه في الزيت. من بعد كينا نزيد عليهم 2 حبات تاع طماطيس تكون مرابيه كما شفتوا. نقليها هي تاني، نزيد لها الحرور والكمون والملح هذا مكان. من بعد نزيد لها كاس تاع الماء ونردها للنار ونخليها، نقصلها ونخليها طيب. بعد لا طيب هذيك القانصه نشلوها، كي نقلعوها من القدره نشلوها، ومن بعد نقطعوها ونخلوها على جهه. هنا في مقله حطيت شويه بزاف تاع الزيت، انا تبغي الزيت بزاف. زدت عليها الكبده تاع الدجاج، نحطها على النار تتقلى غايه، تشوفوها تحمرت هنا بلا ما تنقصولها. نزيد عليها القانصه ونحطهم ثاني تقلاو غايه. من بعد نزيد عليهم حبه تاع بصله تكون مقطعه، هنا تقدروا ديروا حتى 2 حبات تاع بصله. نقليهم غايه. شوفوا درت معاها ثاني وحده جويه بلا ما نديروا لي زيبيس. ودوك نقول لكم على باش ما نديرش لي زيبيس مع الاول. هنا شوفوا بعد تحمرت غايه هذيك البصله تكرملت، غادي نزيد عليها دروك لي زيبيس. غادي ندير الكمون اللي هو مكون كما قلت لكم اساسي في لاوصه تاع اليوم، الحرور والملح هذا مكان. نقليهم غايه كيما هكا، نخلطها ومن بعد نزيد لهم درسالي فيها هنايا الثوم حوالي 3 فصوص ولا 4. دقيتهم في المهراس وزدت عليهم المعدنوس، وزدت تاني معاهم القزبر اللي يكون مزرع، اللي يكون فيه زراعه. غادي نمد لكم بنه وريحه شابه في الوصفه تاعكم كي تكون تتقلى. بعد نردوها على النار تتقلى هنايا بلا ما نطولوا لها في التقليه باش الثوم تاعنا ما ينحرقناش. من بعد هنا شنديروا نزيدوا هذيك لاصوص اللي كنا طيبناها ونردوها تاني على النار ونخلوها تطيب على نار قليله، نغطوها ونقصوا لها ونخلوها تطيب حتى تتجمر وتتقلى هذيك لاصوص. وإلا شفتوا خاصها لاصوص كي تكون تتقلى نزيدوا لها شويه تاع الماء، ولا نتوما كيما حنا في الدار نبغوها تكون فيها لاصوص. وهنايا هذه الطريقه يعني نفسها، انا برك انا درت رجويه، هنا راهي نفس الطريقه. انا بدلت درت رجويه. كما تقدروا ثاني ديروا الزيتون ايفيليت تغلوه وديروه. وهنايا نروح نقول لكم علاش ما نديروش لي زيبيس مع الاول. شوفوا كي نديروا لي زيبيس مع الاول تكونوا تقلوا في الكبده وتكون على نار قويه، اش غادي يصرى؟ هذوك لي زيبيس غادي ينحرقوا. كي ينحرقوا شي يديروا؟ يلصقوا في المقله، وكي يلصقوا في المقله غادي يمدوا لنا قوم شي شباب. عليه هذه دائما نخلي انايا الثوم والدرسه نخليهم على التالي مع لي زيبيس باش ما ينحرقوليش ويمدوا لي بنه ماشي شابه. وهنا هذه هي الطريقه تاعي. بعد اللي طابت هذه تاع الجويه، هذه تجي شويه حاره، وهذيك تاع البصله تجي شويه تجيك شغل معسله. وهذه هي الطريقه تاعي في تحضير الكبده. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. سيوها بطريقتي. وكما تعرفوا الكبده تاع الدجاج يا اما نرافقوها بلا بيري ولا بطاطا مقليه. خلوا لي رايكم الا عجبتكم طريقتي. ونقول لكم الطياب ما راهش علوم دقيقه، راه فن، كل واحد يتفنن في المطبخ تاعه ويطيب كما يبغي ولا حسب ما عنده في الدار. نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد. ما تنساوش تخلوا لي ابوني في قناتي على اليوتيوب لوكا مرقريه، شاركوني تطبيقاتكم تاني على الانستغرام نفس الاسم. تهلاو في روحكم، مع السلامه.